ما ادري ايش اقول لكم. سودوا وجهي. هذه النتيجة انا اتحملها كاملا امام سيدي ولي العهد والجمهور الرياضي، لكن هذه امكانياتهم. عملنا كل شيء، سددنا لهم مستحقاتهم 3 سنوات، جبنا لهم يعني افضل طاقم تدريبي. لا احد يقول لي بيزي مش مدرب معروف او ما عنده قدرات، لكن هذه لعبتنا. جو اليوم وما ادوا ولا 5% من المطلوب منهم. هذه حقيقة لازم نعترف فيها. هذا الجيل وهذا الامكانيات وهذه قدراتنا. لا نلعب على بعض، وهذا اللي كنت انا اقوله، وكل الشارع وقف ضدي، وكل الشارع ما تعود على هالصيغة، لكن هذه الحقيقة. انا اتحمل كامل المسؤولية بما اني على راس الهرم الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية. كل اشتغل واجتهد، لا عادل عزت له دخل، ولا نواف التمياط، ولا عمر باقشوين، ولا المدرب. اللي يتحمل المسؤولية انا واللاعبين. هذا اولا. ثانيا، احنا لازم نبني جيل. انا قاعد اجهز خطة الان، وانا ابغاكم تساعدوني فيها. اقل شيء 1000 شاب سعودي من اعمار 12 الى 16 سنة لازم نبتعثهم بشكل عاجل. هذا الجيل اللي لازم يروح ويتعلم الاحتراف على اصوله. للاسف لما كنت اقول لكم ما في لاعب سعودي حالي يستحق اكثر من 1,000,000 ريال، تعرضت لهجوم كبير في السنة، لكن هذه الحقيقة. هذا احنا. عرفتوا ليش 7 محترفين والثامن في الاحتياط؟ عرفتوا ليش لما صرنا نقول دوري نجوم؟ هذا السبب. احنا نبغى جيل نبداه عام 2022 وجيل نقطف ثماره 2026 و2030، ولا قاعد ازيف ولا اقول خطط علميه مدروسه. هذا شغل بشتغل فيه بالتاكيد، ما راح اكون موجود 2026 او 2030. هذا شيء مفروغ منه، لكن احنا كلنا حنشتغل لاجل بلدنا ولاجل الاجيال القادمه.